احكي لك برضو موقف تاني بقى. ده كان، بصي الموقف ده من الحاجات اللي معلقه في دماغي جدا. انا جات لي مريضه كده عامله مثلا 6 أو 7 عمليات سمنه قبل كده، عدت بكل الحاجات من كل حاجه، يعني من اول البالونه لحد تحويل مسار، وتحويل مسار متعدل مرتين، يعني ليترلي 7 أو 8 عمليات والله انا فاكر كويس قوي. فجت قعدت قلت لها طب ايه، انت خلصتي المنهج، انت جايه لي ليه طيب؟ وبضحك. فعلا قالت لي بصي يا دكتور، انت تعمل لي عمليه انا عمري ما اتخن تاني بعدها. قلت لها لا يعني انت عايزه مش ساحر موجود. مش عايزه دكتور. قالت لي بص احنا هنتفق اتفاق. راح جايه مطلعه دفتر شيكات وقالت لي ده شيك على بياض، حط فيه الرقم اللي انت عايزه واعمل لي ده. قلت لها والله العظيم انا هقول لك حاجه، انت عديتي على دكاتره مصر كلها او بره مصر او ايا كان، بس ما حدش فيهم قال لك ان انت محتاجه تغيري ده. تفكيرك هو اللي غلط، اللايف ستايل بتاعك هو اللي غلط، اللي حضرتك طالباه ده مش موجود. المريض يوصل المرة دي نقول له انت محتاج تغيير مخ، او يعني مش تغير مخك تشيله، بس تغير عاداتك وسلوكياتك. فالحقيقه ده الكي في الموضوع، ان انت تغير اللايف ستايل بتاعك. الطرق بقى اللي انا بستخدمها كلها او اللي الدكاتره بيستخدمها كلها، كلها بقى الدعم النفسي والسبورتيف واللايف كوتش والكلام، هي دي وسائل تساعدنا نعمل ده.